هو يا جماعة اللي احنا اتربينا عليه من واحنا صغيرين ان الست لما بتكبر بتعقل. اه والله بتحترم سنها كده وتبقى ست وقورة كده، ما بتبقاش مهزأة. فاهميني؟ يعني بتبقى ست محترمة. ده اللي احنا اتربينا واتعودنا عليه، ده اللي احنا شفنا يعني اجدادنا عليه وامهاتنا والكلام ده. لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي ستات كبيرة في السن، والمفروض ان هي خلاص يعني حسن الخاتمه، يلا حسن الخاتمه خلاص، ما وراهاش وقت، ما فيش وقت عندها تضيعه. المفروض يعني تقضي اواخر عمرها ده بقى في يعني في طاعه ربنا، في ان هي ما ترتكبش معاصي وذنوب الكلام ده. يعني بنشوف الستات الكبيره المفروض تبقى محترمه سنها، ده الطبيعي وده العادي بتاعنا احنا. ولكن اللي احنا بقينا بنشوفه الايام دي لا، الستات الكبيرة اللي احنا بنشوفها الأيام دي كل ما بتكبر كل ما بتتهبش في عقلها. والله ما فيش ست كده تبقى كبيرة في السن ومحترمة نفسها، لا، تبقى عجوز شمطاء ومتصابية. يعني دي حاجة غريبة أقسم بالله، تبقى عجوز شمطاء ومش عايزة تحترم سنها ولا تحترم نفسها ولا أي حاجة خالص. المفروض البني آدم كل ما بيكبر في العمر عقله بيكبر. لكن الستات اللي احنا بنشوفها دي كل ما بيكبروا في السن ما مش عارفه عقلهم بيخف ولا ايه، عقلهم بيبقى شبه عقل النمله، مش عارفين ايه اللي بيحصل. يعني احنا لسه شايفين من كام يوم جواز ايناس الدغيدي وهي 72 سنه. يعني انا عايزه اعرف واحده في هذا العمر 72 سنه جواز ايه؟ يعني الناس كلها طبعا اتكلموا في الموضوع ده، وكانت الناس كلها كاتبه كومنتات على الموضوع ده. جواز ايه يا تيتا؟ عيب، استحي على سنك، يعني ما ينفعش اللي انت عاملاه. اي نعم الجواز ما فيهوش حاجه حرام، ولكن يعني ما نعملش بقى فرح ونعمل قاعه ونعمل معازيم ونلبس فستان ابيض ومش عارف ايه. يعني مش كده، لكل يا جماعه لكل وقت اذان زي ما بيقولوا. ولكن في ستات كده يعني ما فيهاش الحته دي خالص، لا. سيبوني سيبوني انطلق. اهم حاجه لقيت فارس احلامي يفسحني بقى، يخرجني، يوديني، يجيبني، يطلع معايا على الريد كاربت. المهم ان انا لقيت فارس احلامي، محدش يكلمني. وبصراحه الوضع زاد سوء. يعني احنا كنا فاكرين الموضوع هيقف عند ايناس الدغيدي وقلنا معلش هي حاجة فردية وشفناها ولنا العجب في شوف عينينا. ولكن الموضوع ما وقفش عند كده يا جماعة. الدنيا قايمة مش قاعدة على مهرجان الجونة. مهرجان الجونة الأيام دي نازل بصراحة مكسر الدنيا. هتلاقوا أرمط أول المعجبين بيه. والله بحب جدا أتفرج على إطلالات الفنانات في هذا المهرجان الفني العظيم. ده مهرجان يعني مولد سيدي العريان. يعني مهرجان حلو يعني بصراحة، يعني بيسري السينما المصرية والفن المصري الأصيل. اتفرجنا على إطلالات الفنانات واتفرجنا على اللي حصل فيها، وكان يعني كل يوم بسم الله ما شاء الله ترند بسبب اللي حاصل في المهرجان. واللي مش عارف يا جماعة ايه هو مهرجان الجونة، الجونة دي حتة أرض يمتلكها رجال أعمال مشهورة جدا، أساميهم أشهر من نار على العالم طبعا. الأخين نجيب ساويرس وسميح ساويرس، الاتنين يعني داخلين مشروع كده مع بعض لطيف ظريف، وتملكوا قطعة أرض خلوها ليهم هما للجونة. كل سنة يعملوا فيها مهرجان للفن للسينما اسمه مهرجان الجونة، يكرموا فيه الفنانين، ده المفروض. ولكن المهرجان ده كل شوية بيطلع فيه بسم الله ما شاء الله حاجات بتنزل ترند، زي مثلا البنتين اللي واقفين على اول الشارع ويعني لابسين هوت شورت وينزلين رقص في الشارع. وطبعا ده فيديو متداول ونزل ترند برضو عن مهرجان الجونة، ومحدش يقدر ينكر يا جماعة الشيء الناجح دايما بيبقى ترند، فاحنا ما نقدرش ننكره. هنقول ايه؟ لنا الله في شوف عينينا. ده كده كانت بدايات كده المهرجان الافتتاحية. ندخل بقى على فاعليات المهرجان جوه، لقينا حاجات يا جماعة يعني غريبة الأشكال والأطوار. لقينا مثلا ايناس الدغيدي العروسة بقى، عروسة الفن عروستنا الجميلة اللي لسه جاية جديدة في الجواز. يعني
طلعت على الريد كاربت ومعاها عريسها زاد ال70 سنة وهي ال72 سنة، وواقفة يعني بيتصوروا بقى بكل أناقة كده وجمال. الواحد قال الله الله، فعلا يا جماعة العمر مجرد يعني رقم. سيبكم العمر خالص، والفستان نفسه سيبكم الفستان بقى، سيبكم من أي حاجة. المهم الصورة المشرفة اللي احنا شايفينها دي، يعني بصوا ادتني أمل في الحياة والله. شوف أنا في الثلاثينات وحاسة إن أنا بمشي بعلاج ولكن الناس دي هم اللي بيدونا الأمل في الدنيا. بهجة. لقينا برضو حسين فهمي بسم الله ما شاء الله جان السينما المصرية، ما زال هو جان السينما المصرية. هتروحوا شمال هتروحوا، هو جان السينما المصرية. كل الفنانات طبعا اللي من نفس الجيل الصغيرين في السن، اللي فوق ال70 واللي فوق ال80 سنة، قاعدين بيهزروا مع سحس، وسحس ماشي يهزر معاهم، وكانت الحياة زبادي في الخلاط. الفيديوهات نازلة علينا زي المطر يا ولاد. وطلع لنا حسين فهمي برضو ما انجش المدام، وللاسف يعني في ناس وحشه تنمروا على المدام بتاعته. المدام ليه بقى؟ لانها كانت لابسه فستان للاسف يعني مش فستان، مفتح من كل الاتجاهات، ودي مش محل الانتقاد خالص. هو كان وجهه نظر الناس اللي زعلانه من الفستان ان للاسف يعني زوجة حسين فهمي ست سيده يعني كبيره برضو في السن، ولكن الفستان مبين الجسم طبعا، الجلد مرهرط والكلام ده كله عوامل السن يا جماعه يعني ما احنا مهما عملنا، مهما شدينا، مهما نحتنا، مهما شفطنا، مهما نفخنا، السن ما بيتعاندش. مهما عملته السن لازم بيبان على البني ادم، دي حاجه يعني مش هتتحدى الطبيعه. فطبعا نالوا نصيب الاسد من الانتقادات. ده غير طبعا فنانتنا التانية إلهام شاهين بسم الله ما شاء الله الله اكبر مش كده بقول لكم الستات لما بتكبر المفروض بتبقى وقوره، عكس اللي احنا شايفينه ده. إلهام شاهين طبعا الفستان طار وكل حاجه بانت، كل شيء انكشف وبان. قالت مش مشكله يا جماعه، ده فستان وطار، يعني ما مكبرين الدنيا ليه؟ وانتوا ليه مكبرين المواضيع؟ اذا كان احنا يا جماعه شفنا قبل كده رانيا يوسف في نفس هذا المهرجان ولكن من غير البطانه، وقالت مؤخرتي مميزه واللي عنده نعمه لازم يظهرها ونسيت البطانه. الدنيا يعني ما وقفتش على كده. في ايه يا جماعه؟ ما تبقوش قلبكم اسود كده وقاعدين للناس على الواحده. ايه المشكله يا جماعه؟ فيها ايه لما تنسى البطانه وتطلع الفنانه كده؟ نيللي كريم قلدتها اهو في المهرجان ده. شوفوا رانيا يوسف ما طلعتش، اخذت مكانها نيللي كريم. نيللي كريم نازله برضو بالفستان من غير بطانه عادي جدا، ومن غير ابو دكه اللي من تحت ده ما لقيناهوش، عادي برضو عادي. هو انتوا ليه عندكم سوء نيه كده؟ ليه عندكم سوء نيه وقاعدين للناس على الواحده؟ بتحصل ان البني ادم ينسى يلبس، ينسى يعمل، زي ميان السيد برضو كانت نازله المهرجان مش شايفه قصادها، مفتحه عينيها بالعافيه ونسيت برضو تلبس الهدوم، يعني باقي هدومها عادي، لبست القميص من فوق ونسيت البنطلون من تحت. ما يبقاش نيتكم سوء للناس كده، ما تبقوش وحشين بالمنظر ده. هتقولوا لي يا رباب يعني الفساتين دي لا تخدش حياء المجتمع المصري وقيم الأسرة المصرية زي بقية التيكتوكرات اللي اتاخدوا والبلوجرات اللي اتاخدوا؟ لا ما بتخدش، لا. ايه، كل واحد حر يا جماعة يلبس اللي هو عايزه. التانيين دول اتاخدوا لانهم قالوا كلام خادش للحياء، لكن دول لابسين عادي فساتينهم وهم احرار فيهم. محدش يقدر يحاسب حد هو بيلبس ايه، اللبس حريه شخصيه بقى، الحساب عند ربنا في الاخره، ملناش دعوه بيه. اوكي، خلينا بس متفقين على حاجه. طيب يعني كل يوم مصيبه جديده في مهرجان الجونه تنزل على دماغتنا بسم الله ما شاء الله، وتنزل يعني وتنزل ترند عشان المصيبه اللي بتحصل جوه المهرجان. بس دي مش مصايب، يعني انا شايفاها من وجهه نظر انا ده مش مصايب، ده الوسط الفني وده المعتاد بتاعهم وده وسطهم. يعني في ناس حتى بتعلق على البوس والاحضان اللي هناك. طب ما هو طبيعي يا جماعه، يا جماعه ده وسطهم يا جدعان، هم كده عادي. ايه المشكله؟ حضن وبوس اخوي، ما بلاش تفكيركم يبقى منحصر في حاجه معينه. لا، الناس دي فنانين
والناس دي ليهم مظهر بيطلعوا بيه وليهم وسط خاص بيهم بيعملوا فيه اللي هم عايزينه. فما حدش يا جماعة يسيء الظن بالناس دي لو سمحتوا. قبل كده الفنانة العظيمة بدرية طلبة بتاعت مديحة حاتم من أمام كشك عم عبده طلعت قالت لكم إيه؟ قالت لكم الفنانين دول أسيادكم، إحنا أسيادكم، أسياد البلد، إحنا أسيادكم، بتيجوا تتصوروا معانا مخصوص وأنا قاعدة في فيلتي في العين السخنة وورايا البسين وجنبي حبيبتي وفاء عامر في الفيلا التانية، فإحنا أسيادكم بتيجوا تجروا عشان تتصوروا مع كريمة المجتمع. ما نقدرش نقول حاجة، ما هم كريمة يا جماعة، كريمة، ما علينا، مش مشكلة، عادي. كل ده، كل اللي احنا بنحكي فيه والأحداث اللي بنحكي فيها العظيمة دي في المهرجان، وبسم الله ما شاء الله بنلاقي بقى يعني تسليط الضوء قوي على المهرجان ده في أحلى إطلالة على الإطلاق على الريد كاربت، أسوأ إطلالة على الإطلاق. أسوأ إطلالة دي دايما بتيجي للفنانات اللي هم يعني بيكونوا لابسين شويه، فبتبقى دي اسوأ اطلاله طلعنا في المهرجان. زي يسرا اللوزي كده، شوفوا الفستان بتاعها مقفل من كل الاتجاهات كده، طلعت اسوأ اطلاله، وحشه قوي 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 قوي. احنا بنحب يعني احلى اطلاله زي اللي احنا شفناهم التانيين دول، حاجه كده عظمه. وشايفين رجاله يا جماعه في المهرجان انا ما اعرفش دول كنيتهم ايه في الموضوع برضو. يعني رجاله رسمه تاتو ولابسين حلق ولابسين شورتات وحاجات ما يعلم بها الا ربنا، بس ملناش دعوه برضه، كل واحد حر يا جماعه، كل واحد حر. هتقولوا لي يعني يا رباب الفنان العظيم نقيب الفنانين اشرف زكي مش هيتخذ موقف من الفضايح اللي طالعه من الفنانين دي؟ مش هيعمل حاجه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي مش هيعمل حاجه؟ ده هو بذات نفسه، هو والفنانة العظيمة روجينا كانوا برضو موجودين في المهرجان، والفنانة كانت لابسة فستان برضو يعني كل حاجة طالعة بره أكتر ما هي جوه، والناس انتقدت الكلام ده جدا جدا جدا. ولكن كان يعني في ناس تانية وضحت الأمر وقالت بلاش نسيء الظن بالناس يا جماعة، الفستان المفتح من فوق ده عشان لما يبقى فيه تكريم ولا حاجة يديلها الجايزة تقوم حطاها، ما يبقاش معاها شنطة بقى شايلة وبتاع، لازم يكون في حسن تصرف وسرعة بديهة. هي مش لسه هتجيب كيسة سودا بقى وتحط فيها التكريم والهدية والكلام ده، لا، على طول ودي وخلصنا. فالفنان أشرف زكي هيعمل ايه يعني؟ ليه بتضغطوا على الراجل كده؟ ما هو فنان ومراته فنانة، وده الطبيعي بتاعهم وده العادي وده المظهر الخارجي ليهم. عايزينه يعمل ايه الراجل؟ هو في حد ارتكب جرم عشان النقابة تحاسبه؟ كلام عجيب انا بسمعه عن المهرجان ده، والله بزعل ان في ناس بتسيء الظن بالناس الجميلة دي بكريمة المجتمع. سيبكوا بقى من ده كله، هما كلهم بيعلوا على بعض مين فيهم هيلبس فستان احلى من التانية صراحة، وبيقعدوا شهور 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 عشان خاطر يظبطوا الاطلالة اللي طالعين بيها علينا دي، ويا ريتهم ما طلعوا بيها علينا، مش مشكلة، الناس دي بتتعب يا جماعة من اجلنا، من اجل اسعاد الجماهير، واحنا لازم نقدرهم. ولكن في ناس تانية بقى حبت تطلع يعني وتعلي بقى على ده كله، بلا فساتين بلا اطلالات بلا بتاع، واحنا لسه فينا من الكلام ده انا هطلع لكم بالجديد، ده انا هنزل المهرجان ده ترند ل20 سنة قدام، مش هينزل عن الترند. والله قامت بهذا الدور العظيم الفنانة العظيمة الجميلة اللي تاريخها كله يشهد، تاريخها كله مسيرتها الفنية على مدار 70 سنة تشهد ان الست دي بصراحة مثال يحتذى به للفنان المصري الأصيل. انا عن نفسي بعشقها، الفنانة يسرا طبعا حاجة كده وهم. سيبكوا من ان هي برضو فوق 70 سنة، وسيبكوا من الناس الوحشة اللي بيقولوا عليها العجوز الشمطاء، دي ناس وحشة يا جماعة، ايه يعني السن؟ مش مشكلة برضو. طلعت لنا الفنانة يسرا في هذا المهرجان على المسرح وبتحتفل بعيد ميلادها، على الرغم من ان عيد ميلادها في شهر مارس، ولكن هي قررت انها تخلي عيد ميلادها اليومين دول مع مهرجان الجونة، واحنا لازم ما نعترضش على حاجة، مش مشكلة، عادي، الانسان ممكن يحتفل بعيد ميلاده كل يوم، دي بهجة يا بهجة، عادي.
طلعت لنا على المسرح وفي وسط نجيب ساويرس وسميح ساويرس، ومديها لكل واحد فيهم ايد بيقبلها عشان عيد ميلادها يا جماعه، اختهم، وبيبوسوا ايديها. عيد ميلادها يا جدعان، لازم يفرحوها ويبسطوها. اطلعي على المسرح يا فنانه نحتفل بعيد ميلادك. طب انزلي من على المسرح يا فنانه، خدي المايك وغني في المكان وتشقلبي وارقصي وتضحكي وانبسطي، ده عيد ميلادك. محدش يقدر يتكلم يا جماعه، اخواتها وبيفرحوها. وطبعا احنا عارفين ان الفنانه يسرا ذو علاقه وطيده جدا جدا، هي والهام شاهين طبعا، برجال الاعمال سميح ساويرس ونجيب ساويرس. ويعني في شغل فني ما بينهم عظيم، وفي انتاج اعمال فنيه طبعا. ويعني هم سبب من بعد ربنا سبحانه وتعالى في رزق الفنانه يسرا، وانها تفضل متواجده على الساحه لغايه دلوقتي ومتعانا بفنها بصراحه. ولكن يسرا ما نزلتش بالمهرجان ترند عشان موضوع تقبيل الايدين والغنى والرقص والكلام ده كله، ابدا والله ابدا. يعني دي نزلت ترند بحاجه تانية خالص. وللاسف الناس الوحشه برضو ظالمينها، بيقولوا لك ان هي كانت سكرانه وهي بتتكلم الكلام ده، وانا مش مقتنعه. ما الست كانت في كامل قواها العقليه وقاعده وبتتكلم عادي جدا. فين السكر اللي بتتكلموا عنه ده؟ انا ما شفتوش بصراحه. انا ما احبش افتري على بني ادم بحاجه انا ما شفتهاش بعيني صراحه، خصوصا ان كان ليها تصريح في نفس هذا المهرجان. قالت لهم ايه؟ التصريح ده اثر فيا انا بشكل شخصي جدا. يعني حسيت قد ايه الفنانه دي قريبه من ربنا، وقد ايه انها قدوه لينا. قالت في الموضوع ده بس قدوه لينا. قالت المذيعه بتسالها، يعني بتقول لها ايه الحاجه اللي ما بتفرقش شنطتك طول الوقت؟ انا بقيت عايزه اسمع ايه هي بقى الحاجه اللي يعني لا يمكن تشيلها من شنطتها. يعني انا بقى تخيلت بقى ادوات للميك اب، تخيلت بقى المرايه، اكيد تخيلت حاجات كده يعني عبيطه. لقيتها بصراحه افحمتني بردها، اقسم بالله انا كبهير انبهرت. قالت لك المصحف، ما بشيلش المصحف من شنطتي. معنى كده ان الست دي، شوفوا التدين، شوفوا القرب من ربنا سبحانه وتعالى. سيبكم من المظاهر الخارجيه، سيبكم من موضوع السكر اللي بيتكلموا عنه، سيبكم من تقبيل الايدين، سيبكم من ده كله. المهم يا جماعه ان هي جواها الايمان داخلي. طبعا محدش يعرف اللي جوه قلب البني ادم، لكن هي بلسانها هي نطقت قالت لكم المصحف ما بيفرقش شنطتي. بعد ما تأثرت بيها كده لقيتها قاعدة في ندوة صحفية في هذا المهرجان برضو، ندوة صحفية عن المخرج العظيم الراحل ربنا يرحمه يا رب، اللي احنا كلنا كجمهور ما كناش بنفهم أفلامه. مش مشكلة فيه هو، كانت مشكلة فينا احنا كلنا، في الشعب كله. ما كناش بنفهم الفيلم عايز يقول ايه، او مين رايح فين ومين جاي منين. كنا بنقعد قصاد افلام يوسف شاهين تحديدا، يعني عايزين نحضر فيها دكتوراه عشان نفهم هو ايه اللي بيتقال، يعني هو عايز ايه من الفيلم. ولكن هذا المخرج العظيم كان موضوع لهذه الندوة. يوسف شاهين كل ما افتكر خالد يوسف. خالد يوسف كان في المهرجان برضه. بسم الله ما شاء الله، نجوم الفن يا جماعة، نجوم الفن كلهم موجودين. فكانت هذه الندوة عن الفنان العظيم مخرج الروائع يوسف شاهين. كانت الندوة عنه، وكانت يسرا متبرعة تحكي عن يوسف شاهين المخرج العظيم. فبتقول لهم ايه في بداياتي بقى؟ يوسف شاهين دخل عليا اوضه النوم. فالبنت اللي شغاله عندي بتقول لي مين ده اللي دخل عليكوا اوضه النوم؟ ايه ده؟ فقلت لها ده الاستاذ يعمل اللي هو عايزه، ده الاستاذ يوسف شاهين يعمل اللي هو عايزه. الصحفي بيقول لها وعمل اللي هو عايزه؟ قالت له عمل كل اللي هو عايزه 100%. وهنا سكت والدمع اتكلم. عمل اللي هو عايزه ودخل اوضه النوم 100%. قالت له انا كنت في بداياتي، وده الاستاذ، ده اللي هيطلعني سلم المجد، ده اللي يعني
يعني هيخليني رقم واحد في السينما المصرية، ما هي رقم واحد في السينما المصرية فعلا خلاها. فقال لها يعني كل اللي هو عايزه، وبيضحك، قالت له كل اللي هو عايزه 100%. وقعت على نفسها من الضحك. ده ايحاء لايه؟ في ناس وحشه بقى فسرت ان دي ايحاءات لحاجات مش حلوه، يعني ناس تفكيرها برضو معرفش سواد ليه. انا مش فاهمه ليه بجد، ليه الظلم؟ الظلم ظلمات. ممكن يكون عمل اللي هو عايزه، مثلا قعد معاها شرب شرب كرواسون، شرب شاي واكل حته كرواسون في الاوضه وخلاص، وعمل اللي هو عايزه، اكلوا وشربوا عيش وملح. ممكن يكون كان عايز يتفرج على فيلم معاها في الأوضة، يتفرجوا على أي فيلم ياخدوا منه فكرة للعمل الجديد اللي داخلينه مع بعض. ليه الناس دماغتها وحشة كده؟ ودعاوي بقى ان ده نشر فسق وفجور، وده ايحاءات معرفش ايه، ولازم محاسبة يسرى وقيم ومبادئ المجتمع المصري، وده جهر بالمعاصي. في ايه يا جماعة؟ هي الست قالت ايه ده كله؟ ليه قالت دخل عليا اوضه النوم وعمل اللي هو عايزه، عمل اللي هو عايزه كله؟ قالت لهم كل حاجه 100%. ده الاستاذ يعمل اللي هو عايزه. في ايه؟ انا وضحت لكم ايه هو اللي ممكن يكون كان عايزه، ما يبقاش برضو نواياكم وحشه. فالدنيا قايمه طبعا على الفيديو المتداول في هذه القعده الفنيه الجميله اللي كلنا استفدنا منها. ان كل فنانه عشان توصل في البداية لازم تنفذ طلبات المخرج الفنية، يعني يعمل اللي هو عايزه. هذه نصيحة يسرى لكل الفنانات الشابات. زي قبل كده إلهام شاهين قالت لكم ايه؟ الفنانة اللي مش عايزة تتبس تقعد في بيتها، ما تقرفوناش بقى، احنا ماشيين بعلاج، انتوا هتقرفونا ليه؟ مش عايزة تتبس ياما اقعدي في بيتك، ما تقرفناش. هو الفن كده مرتبط بالبوس، يعني في سياق الدراما، بوس هادف في سياق الدراما. ايه اللي ما تتبس ده هتسوقي سمعة الفنانين، ده تمثيل ياما، ركزي. فيسرى برضو اتجهت هذا النهج، بس يعني نهج ليفل عالي شويه. فالدنيا يا عيني قايمه، مش قاعده على الغلبانه اللي قلبها عامر بالايمان دي. طب المهرجان وقف عند كده في كل هذه الترندات؟ والله ابدا. منى شلبي ختمتها بقى ختام عنب، اللي هو ختامها مسك، طلعت عشان تتكرم. وبرضه يسرى اللي كانت بتكرمها، ما اعرفش يا يسرى انت ليه ماسكه في دي القطه سودا كده ياما. طلعت على المسرح عشان تكرمها عن اعمالها الفنيه التي بتشع بهجه من ايام فيلم الساحر مع محمود عبد العزيز، وانتوا عارفين الباقي، لغايه قضيه الفنانه اللي طلعت منها يعني بكفاله، القضيه اللي هي تهريب الممنوعات في المطار والكلام اللي احنا كنا سامعينه ده قبل كده. فيسرى طلعت تكرمها مش على الكلام ده طبعا، عن اعمالها الفنيه، ولكن يعني من شده التاثر بقى منى شلبي راحت واخده يسرى بقى بالحضن من كتر فرحتها بقى يا جماعه بالتكريم. كانت مبسوطه جدا بالتكريم. وتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حضنتها جامد، الفستان طرشق بعيد عنكم. ليه؟ هي لابسه الفستان واحنا مخيطينه من عليها، فلما تيجي تحضن حضن جامد الفستان ما يتحملش. ما هو كفايه ان هو متحمل الجته اللي جواه اساسا، فهيتحمل كمان بوس واحضان. احنا ما اتفقناش على كده. جت تبوسها وتحضنها، الفستان طرشق، السوسته طارت. قالت لها الحقيني. كانت سهره على المسرح بتلطم على وشها، لا الحقيني السوسته طارت. طبعا السوسته طارت، الفستان هيقع وكل شيء هينكشف ويبان اللي تحت كله. فطبعا الفنانه يسرى حاولت تنقذ الموقف وراحت وراها عشان تعدل لها السوسته، لقت ان مفيش فايده، السوسته طارت خالص والدنيا باظت. فضلت ماسكاها من قفاها كده كأنها ماسكه حرامي عشان خاطر الفستان ما يقعش، لغايه ما سلمتها الجايزه يعني ونزلت من على المسرح. بس يعني يا جماعه كل دي حاجات، يعني حاجات عنب والله. ده احنا متشرفين بالمهرجان، ده رمز للسينما والفن المصري الاصيل. في ايه يا جماعه؟ ده هو ده اللي رافع راسنا، ده احنا بنستناه من السنه للسنه. انا مش عارفه الناس اللي نازله انتقادات في المهرجان
ولا عاجبهم احسن اطلالة، ولا عاجبهم اسوأ اطلالة، ولا عاجبهم اي قابل طلع على المسرح، ولا عاجبهم الفضايح اللي نازله فيه دي. انا مش فاهمه الناس دي عايزين ايه بصراحه. عايزين ايه من المهرجان يقدمه لكم اكتر من اللي هو مقدمه لكم؟ ده مقدم كل حاجه. انا ما اعرفش انتوا بقى هيكون رايكم ايه يا جماعه في ترندات المهرجان ده، مهرجان الجونه. قولوا لي رايكم برضو، يمكن ارمط من الزمن القديم، ما اعرفش. قولوا لي رايكم في كل في كل روائع هذا المهرجان. وما تنسوش لايكات كتير لأرمط. واشوفكم على خير يا ولاد في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.